مساء الخير. حلقتنا النهاردة حلقة مختلفة تماما عن راجل واحد كان نجم قبل ما يكون فيه نجوم. دخل قلوب الستات من أوسع أبوابها، اتجوز تحية كاريوكا وأسمهان ومديحة يسري. أول صوت قال هنا القاهرة. أول طيار مصري يطير بطيارته الخاصة من أوروبا لمصر، وأول مخرج يهز عرش السينما ويدخلها من كل الأبواب، ممثل وكاتب ومنتج. لكن وراء الأضواء كان فيه تهم قتل وخيانة ومحاكم عسكرية، وكان المتهم الأول في قتل أسمهان. كان وسيم وذكي وسابق عصره، بس حياته كلها كانت سباق. مات وهو عنده 39 سنة، بس عاش كأنه قرن كامل من الحب والجنون والخطر. دي مش مجرد سيرة فنان، دي قصة راجل قلب حياة كل ست عرفته وساب علامة عمر الزمن ما قدر يمحيها. حلقتنا النهاردة عن المخرج أحمد سالم، الدونجوان والفنانات. خلونا في الأول نعرف مين هو أصلاً أحمد سالم. أحمد سالم من أسرة أرستقراطية من الشرقية، اتولد سنة 1910. كان شاب وسيم وطموح سبق زمنه بخطوات كتير قوي. في عمر 16 سنة سافر إنجلترا يدرس الهندسة، لكن قلبه وقع في غرام الطيران وتخصص فيه. وفي الثلاثينات رجع مصر طاير بطيارته الخاصة، ولما وصل استقبله رئيس الوزراء والملك فؤاد وقتها أهداه وسام التميز، واتعمل له تمثال في متحف الطيران، لأنه ببساطة أول مصري يقود طيارة من أوروبا لمصر. لكن قلبه ما اكتفاش بالسما، كان عايز نجومية من نوع تاني. سنة 1934 الإذاعة المصرية تأسست، وبسبب الشهرة اللي نالها أحمد سالم وقع اختيار المستشار الإنجليزي وقتها للإذاعة على أحمد سالم إنه يمسك قسم الهندسة في الإذاعة، وأصبح كمان نائب للقسم العربي. بقى أول مذيع مصري وأول صوت ينطق الجملة الأشهر في تاريخ الإذاعة. هنا القاهرة. وبعدها مباشرة اتنقل لواحد من أهم المشاريع الفنية في العصر ده، استوديو مصر. طلعت باشا حرب شاف فيه حلم إنشاء صناعة سينما مصرية محترفة، واختاروا يبني المشروع ده من الصفر. جاب معدات من بره وخبراء من أوروبا، وبدأ يشكل جيل جديد من السينمائيين، ونجح إنه يقدم أول فيلم من إنتاج استوديو مصر، وهو فيلم وداد لأم كلثوم عام 36. وكانت بتقف قدام الكاميرا لأول مرة، ووفر لها جميع السبل علشان توافق على خوض التجربة دي. ومن هنا بدأ فصل جديد، فصل أحمد سالم المخرج والفنان المغامر والدونجوان اللي اتجوز 5 مرات. الزوجة الأولى هي خيرية هانم، أم بنته الوحيدة نهال، اتجوزها وهو عنده 22 سنة، وهي من العائلات الأرستقراطية. خلف منها بنته الوحيدة نهال، لكن الجواز استمر لمدة 3 سنين بس. الزوجة الثانية أمينة البارودي، حفيدة سامي البارودي، والعلاقة بينهم كانت عبارة عن ساحة معركة. هو كان حر زيادة وهي حاولت تسيطر عليه، لكنها فشلت، وهي ساعدته كتير في مشاريعه الفنية. وبعد الانفصال حاولوا تسوية الأمور المادية بكل هدوء. الزوجة الثالثة كانت تحية كاريوكا، وكانت في قصة حب كبيرة جدا جمعته بتحية كاريوكا، وكان بينهم تفاهم كبير قوي. وفي مرة سافروا للقدس، وبالتحديد نزلوا في فندق الملك داوود، واللي كانت مقيمة فيه المطربة أسمهان في فترة من حياتها في انتظار الإذن لها بالعودة إلى مصر. وكان أحمد سالم وتحية كاريوكا أصدقاء لأسمهان. تاني يوم وصول أحمد سالم وتحية كاريوكا للقدس، اضطرت تحية كاريوكا إنها تسافر للبنان وسوريا لإحياء بعض حفلات الرقص اللي كانت متعاقدة عليها، وسابت أحمد سالم في الأوتيل يستناها. ولكنها لما رجعت لقت مفاجأة صادمة وغير متوقعة مستنياها. لقت أحمد سالم اتجوز أسمهان بعقد جواز شرعي، وحصلت وقتها خلافات كبيرة قوي بين تحية كاريوكا وبين أسمهان. أسمهان كانت متخيلة إن جوازها من أحمد سالم
هيسهل عليها الإقامة في مصر. لما وصلوا القاهرة الغيرة لعبت دور كبير قوي، خصوصا إن أسمهان كانت فنانة حرة وهو كان عايز يسيطر عليها، وحصلت بينهم خلافات كبيرة قوي أدت إلى الانفصال. لكن الصدمة الحقيقية كانت سنة 1944، وفاة أسمهان في حادث غامض جدا في الطريق بين القاهرة وراس البر، وكل مصر وقتها اتقلبت، وتم اتهام أحمد سالم وقتها بالتورط في قتلها. السبب إن كان في خلافات كبيرة قوي بينهم، والكل عارف غيرته عليها، لكنه خرج منها لأن ما كانش فيه أي دليل على ده. الجوازة الخامسة كانت من الفنانة مديحة يسري. كان جوازه من مديحة يسري هو الأكثر تأثير فيه، ساعدته يرجع للسينما بقوة بعد خروجه من السجن، لأنه كان اتهم في قضية الخيانة العظمى بسبب تورطه في قضية استيراد خوذ الجيش. وقالت مديحة يسري في أحد البرامج إن أحمد سالم كان أفضل أزواجي والوحيد اللي ما خنيش. إن أخلص زوج في حياتي نعم. كان أحمد سالم، يعني ما خنيش برمش عينه. إيدي دي ما كانتش تبقى على رجله واحنا في العربية، يروح مفرمل جامد يقول لي إيه يا مديحة في إيه؟ أقول له في إيه؟ يقول لي زعلانة مني النهاردة. أقول له ليه يا أحمد؟ يقول لي إيدك مش على ركبتي ليه؟ حياتهم كانت مليانة فن ونجاح وهدوء نادر في حياته. في سنة 1949 اتوفى أحمد سالم وهو عنده 39 سنة، بعد ما عاش حياة أكبر من عمره بكتير. كان أول مذيع، أول طيار، لكنه كمان كان أول راجل تحبه 5 نجمات. في ناس بتعيش 100 سنة وما تسيبش أثر، وفي ناس زي أحمد سالم يعيشوا 39 سنة لكن يفضلوا في الذاكرة للأبد. كان نجم مش بس على الشاشة، كان نجم كمان في الحياة. استنوني في حكاية حب جديدة.